بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولاد ويا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول لا إله إلا الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنعمل وصفة اللي هو الكشري الاسكندراني، الكشري الرز بالعدس، كشري العدس احنا بنقول على كشري العدس. هنعمل أكلة كده بتاخد عمايل 10 دقايق كده، متاخدش أكتر من كده يعني كل حاجة. معايا بطاطس مقشراها، ومعايا بيض غسلاه، وده ميه احنا ما بنستخدمش هنا ميه الحنفيه، ميه من الازازه الازايز. هنسلق البيض واقطع البطاطس وهغسلها تاني، ده ميه اغسلها بها تاني بعد ما اقطعها. وهوريكم بقى المكون هنعمل ايه. ده البيض كده خلاص هنحطه كده ونولع عليه النار. وهنعمل ايه بقى، وده الرز هنغسله، وده العدس. معايا 3 كاسات رز بنفس الكاسه الميه العاديه دي، يعني نفس الكاسه اللي هنعاير بيها الرز هنعاير بيها العدس. 3 رز و2 عدس. وهقطع البطاطس ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. هقطعها كده دوائر حلقات كده، وهي بنات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس الايام دي مش حلوه زي الشتاء، حتى هنا او في مصر برضه هنلاقيها كده، بس في مصر اوقات بقى بيبقى فيه بطاطس في الثلاجات بتطلع حلوه يعني. هقطعها وارجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا غسلت البطاطس من مكان السكينه، طبعا مكان ايدينا غسلتها، حطيت ميه من الازازه عليها يا بنات. وهنا هنولع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا هولع برضه على البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدة عندي يا بنات قليلة، ما يعني لولا ان ريرا الله يصلح حالها حطت لي او ساعدتني، يعني بالتالي كنت مش مشجعة خالص ان انا استمر في القناة. المتابعة قليلة جدا، وبرضه حتى اللي في قناتي الأولانية لولا ان ريرا الله يصلح حالها برضه ساعدتني، بالتالي ما كانوش عرفوا القناة برضه ولا رجعوا. وتخلي كتير من عندها، الله يصلح حالها يا رب، خلي لها عيالها وجوزها ووفقها في كل ما تحط ايدها فيه يا رب. فاللي يشوف القناة يعني بعد اذنه يدخل لنا ويشجعنا ويعلق لنا التعليقات، برضو بحب التعليقات. هنحط برضو شوية ملح هنا على البيض كده، وشوف بقى شجعونا كده نستمر او منستمرش، لان بصراحة القناة الأولانية تعبت يعني 4 سنين وراحت في ثانية، يعني في لحظة بعد ما تعبت فيها تعب جامد، والله العظيم تعبت فيها قوي. والواحد عشان يعني كان نفسي ان تزيد، وكان عندي طموح وعندي امل ان انا اعمل في دماغي حاجة اعملها منها او كده، وراحت خالص. وبرضه مصممة ان انا اعمل برضه تاني، وعملت تاني، والمتابعة قليلة جدا، المتابعين قليلين، واللي بدخلوا قليلين برضه. كان عندي امل حتى ان ترجع حتى زي الاولانية حتى، وكتير قالوا لي اعملي تاني وعملت، بس برضه المتابعة عندي قليلة جدا يا جماعة. اللي يشوف القناة لأول مرة بعد اذنه يدخل لنا، واللي يدخل يشهر الفيديوهات، واللايكات برضه بترفع الفيديوهات. واقول لكم ايه بقى، انتوا شايفين يعني شايفين الصح، وشايفين يعني المحتوى ايه، ولا كده المحتوى لو وحش خلاص ما استمرش. هنا الكشري بيبقى بالسمنه البلدي جميل جدا جدا، وممكن تحط له معلقتين زيت، تحطوا معلقتين زيت مع السمنه.
هنا العدس اهو يا بنات. انا العدس غسلاه بميه جاريه، لازم نغسله وندعكه قوي بايدينا، يعني ايه ندعكه دعك جامد تحت الميه الجاريه. وبعدين ايه نغسله جدا يعني لغايه الميه بتاعته ما تنزل زي ميه الحنفيه، ما بننقعش العدس. خلاص يا بنات، العدس مش بننقعه خالص، بنغسله بس غسيل كويس جدا جدا، يعني نقعد نغسل فيه كده ما يقلش عن 3 دقايق غسيل على ايدينا كده، وندعكه حلو. وبعدين نعمل ايه، نصفيه من الميه على طول ما ننقعوش. هنا الرز بقى بنغسله تحت ميه جاريه بس بننقعه 5 دقايق. الرز بننقعه 5 دقايق، لكن العدس مش بننقعه خالص. هنديله بقى تشويحه حلوه، تغليفه حلوه كده، وهعمل اقول لكم تعملوا ايه بالظبط عشان ايه ما يعجنش معاكم ويطلع مفرفر حبايه من حبايه كده. التشويحه دي يا بنات دي مستحيل ان الكشري يعجن معاكم، كشري العدس. احنا عارفين ان العدس بيستوي بسرعه، كلنا يعني عارفين العدس بيستوي بسرعه. كوبايتين العدس هنحط لهم ايه، ميه، نص كوبايه ميه. الثلاث كوبايات رز 3 كوبايات ميه، والرز منقوع ما يقلش عن 5 دقايق يعني. هنمسكه بقى نحط الملح بتاعنا ونقلبه تقليبه حلوه. عشان هحط مكعب مرق خضار، عشان انا ايه مش هحط بصل لان العيال ما تحبوش البصل، يعني ما تحبوش البصل اللي يبقى باين في الكشري. فانا حطيت شويه ملح مش كتير قوي عشان هحط ايه مكعب ملح، بس لازم نقلبه قبل ما نحط الميه عليه، نقلبه كلته كده، ما تقلبش قبل الميه مش هيبقى كلته ايه زي بعض، هيبقى حته فيها عدس كتير وحته ايه قليل. لازم نقلبه ونديله تشويحه كمان كده مع الرز، بتفرق قوي معاه التشويحه دي، يعني الرز لما بياخد تشويحه شويه بيفرق في الطعم برضه. شايفين السمك مناسب قوي مع بعض الرز والعدس، يعني لا العدس كتير ولا الرز ايه اكتر من بعض، يعني ايه مناسبين مع بعض كده. تقلب تقليبه حلوه اهي. احط بقى المكعب ده اهو، ده مكعب واحد اهو، بس على اساس ايه ده مرق خضار، عشان كده انا قللت الملح شويه. هجيب بقى الميه بتاعتي، بس انا عايزه ادي الرز تشويحه كمان كده مع العدس. وممكن يا بنات تجيبوا بصلايه وتنعموها جدا جدا وتحطوها تشوحوها، وبعد ما تاخد يعني لون اصفر ذهبي حلو كده تحطوا معاها العدس يتشوح معاها. بس انا العيال مش بيحبوا البصل فيه، عشان كده ما حطيتش البصله، بتديله طعم جميل جدا برضه. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما انا مشوق بقاله الوقت داخل في ال4 دقايق تشويح، بنديله تشويحه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى نص كوبايه كمان من العدس، ده 3 كوبايات للرز. ودي للعدس. كده بقى ههدي عليها النار جدا جدا، هو بيغلي كلها اهو، ونسيبه بقى ياخد ود مع بعض كده.
انا صايمه، بس برضو شويه كده ما يتردد، لو لقيته محتاج ميه تاني وحطيت له ربع كوبايه ميه تاني او حاجه هقول لكم برضو. بس هو كده العدس عشان ما بشربش ميه، حاطه للعدس نص كوبايه وللرز 3 كوبايات، لان كوبايه الرز بتعادل كوبايه ميه دايما، ده الرز المصري احنا عارفين كده. عشان كتير قوي البنات كان حد قال ان كشري العدس بيطلع ايه معجن معايا، فهو ده المقدار ده كويس قوي. بس احنا كده انا ههدي النار جدا جدا وهشوفه بقى، برضه هحسس بايدي كده. طبعا انا يعني ايه النهارده الاثنين صايمه النهارده. كان الكشري بتاعنا يا بنات اهو خلص، شايفين اهو. بس اقول لكم حطيت كمان ربع كوبايه ميه. الرز في السعوديه هو رز مصري، وفي مصر رز مصري، بس الرز هنا بيشرب ميه عن الرز اللي في مصر. يعني احنا لو في مصر هحط ايه ونص كوبايه بس لكوبايه العدس، لكوبايه تاني العدس هحط كمان، احط قد ايه يا رب لكوبايه تاني العدس؟ نص كوبايه، ورجعت حطيت ربع كوبايه تاني. يعني في مصر هيبقى نص كوبايه بس، بتهيألي كده الرز هناك غير هنا. هنا يا دوبك اتظبط قوي ومظبوط قوي، كوبايه الا ربع ميه لكوبايتين العدس، والثلاث كوبايات رز 3 كوبايات ميه. شايفين عامل ازاي؟ اهو ده الكشري اهو جميل جدا اهو. وكده انا هطفي عليه بقى ونشوف البطاطس بتاعتنا نحمرها، والبيض بتاعنا ندحرجه كده في سمنه بلدي برضه. بص عشان فيها نسبة مية شوية، احنا لما بنيجي نحمرها انا بحب اشويها بصراحة، لما احب اكلها مع الفشار او مع الحاجة الناشفة دي بحب اشويها. بس انا قلت اقلاها بقى النهاردة برضه، هي بيبقى فيها نسبة مية شوية. وده البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت. الفلفل والكوسة لازم نغطي عليهم عشان بيبقى فيها نسبة مية. ده الكوسة اهي لازم نغطي عليهم يا بنات لما نيجي نحمرها، الفلفل والكوسة. انتوا جايبين يعني انتوا لو غطيتوا في الاول وبعدين بنكشف الغطا تاني، يعني الغطا في الاول بس كده. هنحط الثوم والفلفل الحار ده، وفلفل عادي، فلفل بلدي برضه كمان، وهنضربهم ايه شوية خل، شوية صغيرين خل.
الليمون اساس للبدنجان يا بنات. الليمون في البدنجان تحطوا له ليمون تعرفوا تاكلوه. يعني اساس في تمليحة البدنجان المقلي الليمون، وشوية خل برضه صغيرين كده. هنا بقى حطيت ليمون وشوية خل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء، ونحط شوية البابريكا دول بقى، ونحط ايه، ونحط شوية كزبرة ناشفين والملح، شوية ملح صغيرين برضه. كده البتاع نفسه. كشري يا بنات شايفين.
بسم الله. مش هقول بقى يا بنات اكتر من اللي انا قلته. عايزين الفيديوهات تشهروا لي كده الفيديوهات، اللي عنده صديقة، اللي عندها صديقة، اللي عندها اختها، اللي عندها والدتها، شهروا لي كده الفيديوهات على الجروبات كده، اكتر عدد يعني يشوفهم، واللي مش مشترك يدخل لنا بعد اذنه يشترك لنا. شايفين الكشري مفرفر قوي وجميل ازاي؟ كده اكون خلصت معاكم الاكله الجميله دي تفتح النفس دي اهي، زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهي.